اليوم ابو عبد الله انا اتكلم عن شخصيه للامانه، شخصيه اعلاميه، شخصيه مرموقه، شخصيه راقيه، شخصيه محبوبه، شخصيه ادبيه، شخصيه اعلاميه، شخصيه كويتيه. وهو الشاعر والاديب والراوي والراقي والخلوق رحمه الله عليه حمد العزب. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. حمد العزب اسم اتوقع انه يعني ما في احد يعني في هالبلد او حتى خارج هالبلد ما مر على هالاسم. نعم. شخصية الامانة اثرت الشعر واثرت الادب واثرت الاعلام يعني، وقدم صراحة يعني برنامج كان وما زال يعني له ثقل يعني في الاعلام الكويتي، اللي هو برنامج ديوانية شعراء النبط. نعم. وكان صراحة من خيرة المقدمين في هذا البرنامج. شخصية الامانة يعني محبوبة جميلة، كان لها دور صراحة يعني في إثراء الشعر والأدب. ولما نتكلم عنه طبعا نتكلم عن تفصيل وعن سيرة ذاتية هذا الشخص. فهو طال عمرك حمد العزب من المحافيظ من قبيلة العجمان الكريم. قدم طبعا برنامج ديوانية شعراء النبط لسنوات طويلة، وكان صراحة من المميزين في تقديم هذا البرنامج. وسبحان الله يعني أبو عبد الله، غير أنه كان يقدم هذا البرنامج كان له حضور اجتماعي قوي جدا ما شاء الله. اي نعم، يعني كان شخصية لها تواجد في المناسبات والأعراس، وكان يؤدي يعني لعبة الصفوف يعني اللي يمكن البعض يعرفها، عبارة عن صفين متقابلين ويقول القصيد ويردون عليه، وكان له دور يعني الأمان اجتماعي قوي جدا. وصراحة كان حضوره في كل مناسبة يزيد المناسبة بهجة، ويزيد كل يعني مناسبة فرحة. وكان له حضور الأمان اجتماعي وكان محبوب. وكان حمد العزب ابو عبد الله يقال له بعد الله يغفر له، كان يعني مميز في تقديم البرنامج، برنامج ديوانية شعراء النبط. نعم. بمزايا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى اختص فيها. سبحان الله. اي والله. كان ابو عبد الله يمتاز يعني عند حديث اي شاعر من الشعراء الضيوف في اي قصيده. كان سبحان الله بحكم المامه ومعرفته بالشعر وحفظه للشعر ومعلوماته حتى عن انساب العرب وانساب القبائل وكذا والحاضرة، كان سبحان الله يعني بعد ما تنتهي من قصيدتك كمشارك يعلق على القصيدة ويجيب أبيات مشابهة لها، إما في القافية والوزن أو في المعنى. الله الله. وكان حتى يعني يقف عند بعض الكلمات بالقصيدة ويسأل في معناها الموجودين، باب يعني تلطيف الأجواء. كان حتى يحفظ يعني كم كبير من الألغاز يقدمها الموجودين. وكان رحمة الله عليه يعني يمتاز بأسلوب يعني رحمة الله عليه جميل جدا، من خلال يعني انه شخصية مرحة، شخصية مرنة. احيانا مقدم البرنامج ابو عبد الله ما يكفي ان يكون عنده معلومات. صحيح. كان يعني ما شاء الله تبارك الله رحمة الله عليه، كان يعني مرن مع الضيوف، ياخذ ويعطي، يحرك المياه الراكدة، يعرف متى يسأل، يعرف متى يسمع، يعرف متى يتكلم. يعني كان له دور الامانة. واتوقع يعني برنامج يعني ديوانية شعراء النبط اللي ما زال موجود على قناة الكويت الأولى، ما زال برنامج يعني تاريخي صراحة. صحيح. ويعني الظهور فيه حتى شرف. فكان يعني هو الأمانة من الناس اللي أدوا هذا الدور بشكل جميل راقي. وسبحان الله يعني حتى كان فيه فقرة في البرنامج اللي هي البريد. يعني أول البرامج ما كان فيها، يعني اليوم ترى الحمد لله في ظل يعني الأجهزة والتليفونات والنت. نعم. صار الوصول للمعلومة بشكل سهل. هو رحمة الله عليه كان يعني في الفقرة هذه، فقرة البريد، كان يرد على أسئلة المشاهدين. يعني بعض الناس يسأل والله القصيدة اللي مطلعها كذا من هي له، القصيدة الفلانية من هي له، القصيدة هذه قيلت في أي مناسبة، القصيدة هذه اختلف فيها هل هي لزيد ولا عبيد، القصيدة كذا. فكان عنده قدرة هائلة رهيبة جدا يعني في حفظ الشعر. عجيب. ومعرفة الأنساب. ما شاء الله. وأنه يسند القصيدة على أصحابها، وأنه طال عمرك يذكر القصيدة بسالفتها. هذه صراحة إمكانيات للأمانة هائلة يعني، وهي تعتبر ثروة يعني كبيرة صراحة لهذا البلد، بلد الكويت المعطاء.